لا استني، رايحة فين؟ ده انا عامل لك ممبار بينافس اقوى مطاعم الممبار. قالوا لي الجنزبيل بيخسس، قلت لما احطه في الممبار لما نشوف هيخسس ولا لا. حط اللايك والكومنت الجميل بتاعك ويلا بينا نبدا الفيديو. بتحبي الممبار بس ما بتعرفيش تنضفيه؟ طب تعالي النهارده اقولك على اسرع طريقه ممكن ننضف بيها الممبار، ودي هتكون اسهل طريقه ليكي. ودي تجربه فشلت ليا بسبب الجوانتي كان صعب جدا مع الممبار، غصب عني هضطر ان انا اقلع الجوانتي واشتغل من غيره. اول حاجه هنقسم الممبار بتاعنا لقطع صغيره حوالي 20 30 سم، وهندخل صباعنا بالطريقه دي، والصباعين التانيين هنقلبه بالطريقه دي، ولازم بقى تحت الميه. شايفين الجمال والسهوله؟ ما خدش ثانيه في ايدينا. والممبار اللي معايا دون كندوز لان هو حجمه اكبر شويه من الضاني، علشان كده تنظيفه بيكون اسهل من الضاني بكتير. بعد ما قلبت الممبار تعال بقى لعمليه التنظيف على اي سطح عندك عادل مستوي، ونبتدي نكحت بالطريقه دي، بس نخلي ايدنا خفيفه عشان خاطر الممبار ما يتقطعش مننا. بعد كده هنشطفه كويس جدا ونبتدي نعمل محلول النقع ليه، عباره عن ميه ودقيق وخل وعصير ليمون. وبكده احنا نضفنا الممبار بتاعنا بكل سهوله، وبكده انا خلصت. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا، والخلطه بتاعتنا نعملها ني في ني، مش مسبك خالص. ادي معانا كيلو من الرز، ونزلت عليهم بنص كيلو من الطماطم المفرومه، ونص كيلو من البصل المتقطع صغير، عليهم كمان نص كيلو من الفلفل الرومي وقرنين فلفل حامي، وشويه خضره شبت وبقدونس وكزبره. اهم حاجه البهارات هي اللي بتدي طعم للاكل. انا هحط هنا ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وسن الجنزبيل وبابريكا وشويه من 7 بهارات، وهنزل كمان بحوالي ربع كوبايه من الزيت، ده عشان خاطر يسهل عمليه الحشو، وكمان معلقه من الصلصه. بس كده، مش هحط حاجه اكتر من كده. قلب بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض، والسر في الطعم هنا ان انت تسيبيهم قبل الحشو ربع ساعه يمكسوا مع بعضهم. انا عايز هنا يا ست البنات ان الرز بتاعي يشرب كل طعم البهارات والخلطه اللي موجوده. تعالوا بقى لما اقول لكم على طريقتين لحشو الممبار، والاتنين اسهل من بعضهم. دي اول طريقه فيهم، ان احنا نمسك الممبار بالطريقه دي ونبتدي ان احنا ندكك او ندخل الرز بصباعيننا دول بالطريقه دي، ما بتاخدش وقت نهائي. لو عندك اي كميه ممكن تخلصيها باسرع وقت بالطريقه دي. ودي الطريقه التانيه. انا عايزك تقولي لي في الكومنتات تحت انت بتحبي انهي طريقه وانهي طريقه اسهل بالنسبه لك. طبعا دي غير الطريقه المعروفه اللي هي بتاعه الازازه. اهم حاجه بعد ما نحشي الرز نبطط بالطريقه دي. لو ما بططناش بالطريقه دي هيبتدي ان هو يفرقع مننا في الميه، ونطلع كل الرز الزياده اللي موجود على الممبار من بره. تعالوا بقى للميه اللي هنسلق فيها الممبار بتاعنا. لو عندك شوربه تمام مفيش مشكله، انا هنا سلقت في ميه عادي جدا. وعلشان تطلع طعمها حلو بحط معلقه من الصلصه ونص معلقه من الملح وشويه فلفل اسمر وشويه 7 بهارات، وممكن كمان لو عندك فصين توم حطيهم. بتاخد بالظبط معاكي حوالي ساعة الا ربع. تطلع بالجمال دون، ونقليها ونحمرها بعد ما تنشف تماما، ونقدمها بالهنا والشفا. وزي ما انت شايفه الممبار بتاعنا هو طالع ما شاء الله زي الفل وجميل جدا، والصباع كمان مليان. بس اهم حاجه وانت بتسلقي الممبار ما تغطيش الحله، لان ده تاني سبب بيخلي الممبار يفتح منك وهو بيتسلق. تعالوا بقى ناكل الممبار الجميل بتاعنا ونشوف الرز. بص مفلفل ازاي وجميل، الرزايه برزتها، مفيش حاجه معجنه خالص معانا. طبق جميل جدا وهيشرفك في العزومات. كده انا خلصت وصفه النهارده. ارجو انها تكون عجبتكم، ومنتظر رايكم في الكومنتات. متشكرين جدا لكم. مع السلامه.